عام 1933 جورج سبيسر، وأثناء مشيه مع زوجته بجانب البحيرة رأى حيوانا ضخما. نشرها في صحيفة إنفرنس الاسكتلندية. شاع الأمر بين الناس حتى ظهرت في العام التالي صورة للوحش عرفت بصورة الجراح. اكتشف لاحقا وبعد عشرات السنين أن صورة الجراح ما هي إلا خدعة. فهل يكون في سوريا وجود للوحش الخدعة تماما كوحش بحيرة لوخ نيس؟ عمدة سان فرانسيسكو ويلي براون يتلقى مكالمة هاتفية تحذره من الطيران الصباح التالي أيضا. لاحقا تكشف إذاعة باسيفيكا أن هذه المكالمة جاءت مباشرة من مستشارة الأمن القومي كونداليزا رايس. جل الأمريكيين اليوم يعلمون أن ما جرى صبيحة 11 من أيلول كان خدعة داخلية. جلهم بات مؤمنا بما دعي بعد سنوات نظرية المؤامرة. هذه النظرية لم تصنع في بلاد العرب إذن. مؤسسوها والمؤمنون بها ليسوا عربا. ولكن لماذا اعتبر العربي المتحدث بمنطق هذه النظرية لاحقا مدعاة للسخرية؟ ولماذا لم يسمح للعربي أن يرجع شيئا من الكوارث التي اجتاحت بلاده إلى أنها من تجليات واقع اسمه نظرية المؤامرة؟ السلام عليكم. مستشارة الأمن القومي الأمريكي بين عامي 2001-2005 ثم وزيرة الخارجية الأمريكية حتى 2009 هي التي ثبت اتصالها بعمدة سان فرانسيسكو الذي يشاطرها عقيدة البشرة السوداء التي يؤمن بها الأمريكيون حتى النخاع، وقد حذرته من السفر صبيحة 11 من أيلول. فإلى أين نريد أن نصل من هذا الكلام؟ وحش البحيرة، نظرية الموت، الجزء الثاني. بدأت الحلقة. عام 2005 أدلت بتصريحات لصحيفة واشنطن بوست هزت بها عالم الأسرار، ليس لأنها تحدثت عن تفاصيل مشروع جديد سمي الشرق الأوسط الجديد لنشر الديمقراطية في العالم، بل لأنها استخدمت في ذلك أحد نصوص الماسونية القديمة، لا بل استخدمت أحد نصوص بروتوكولات حكماء صهيون. قالت وقتها إن الولايات المتحدة ستلجأ إلى نشر الفوضى الخلاقة، مصطلح بات مكروها حتى بالنسبة لمعارضي الثورة العربية قبل المؤيدين لها. ولكن ما حقيقة هذه العبارة؟ الفوضى الخلاقة مصطلح سياسي يقصد به تكون حالة سياسية أو إنسانية مريحة بعد مرحلة فوضى متعمدة الإحداث. عدم الاستقرار سيكون أحد أهم معالم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أفق عام 2025 حسب تقرير الاستخبارات القومية الأمريكية. فبينما يتوقع التقرير تراجع ما يسميه بإرهاب تنظيم القاعدة، يتوقع أيضا أن تشهد المنطقة الممتدة من المغرب العربي حتى آسيا الوسطى هزات حادة في المجالات السياسية والاقتصادية والبيئية. الغريب في الأمر أن مصطلح الفوضى الخلاقة موجود في أدبيات الماسونية القديمة، ورد ذكره بين سطور كثير من مراجعها، وتحدث عنه الكاتب الأمريكي دان براون مؤلف شفرة دافنشي.
نسب براون إلى الأب ديف فليمنج من كنيسة المجتمع المسيحي بمدينة ياتسبرغ ببنسلفانيا قوله: إن الإنجيل يؤكد لنا أن الكون خلق من فوضى، وأن الرب اختار الفوضى ليخلق منها الكون. المتعمقون في البحث من المؤرخين ذكروا أن الماسونية كانت وراء الثورة الفرنسية والبلشفية والبريطانية. آليتها كانت تعتمد على خلافات داخلية تنشر فوضى تعقبها حالة من الهدوء. أساس هذه الآلية يعود إلى نظرية في علم النفس البشري أكدها مارتن كروزرز، مؤسس مذهب جديد في علم العلاج النفسي. تقول النظرية: الفوضى هي إحدى العوامل المهمة في التدريب والعلاج النفسي، فعند الوصول بالنفس إلى حافة الفوضى يفقد الإنسان جميع ضوابطه وقوانينه، وعندها من الممكن أن تحدث المعجزات، فيصبح قادرا على خلق هوية جديدة بقيم مبتكرة ومفاهيم حديثة تساعده على تطوير البيئة المحيطة به. كيف لمسؤول بحجم كونداليزا رايس أن تستخدم مصطلحا عائدا للماسونية القديمة صدفة أو دون غاية؟ تنتمي رايس للإدارة الأمريكية التي صنعت في عهدها أحداث 11 من أيلول. مايكل ليدين من أهم منظري المحافظين الجدد، أستاذ باحث في معهد أمريكان انتربرايز وعضو في مجلس مستشاري المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي، وكان من أهم مستشاري بوش الابن. يعد أول من صاغ مفهوم الفوضى الخلاقة أو التدمير البناء في معناه السياسي، وعبر عنه في مشروع سماه التغيير الكامل في الشرق الأوسط، والذي أعده في العام 2003. نوفمبر عام 2003 أعلن بوش الابن أمام المجلس الوطني لتنمية الديمقراطية أن واشنطن ستتبنى استراتيجية مستقبلية جديدة في الشرق الأوسط. يونيو عام 2004 طرح بوش مبادرة اسمها الشرق الأوسط الكبير على قمة مجموعة الثمان التي عقدت في سي آيلاند بولاية جورجيا، والقمة يومها وافقت على المبادرة. كونداليزا رايس تصرح عن المشروع بلغة الماسونية القديمة وبروتوكولات حكماء صهيون، فكيف تم ذلك؟ يعود تاريخ أول ظهور لبروتوكولات صهيون إلى العام 1901، وهي وثيقة تتحدث عن خطة للسيطرة على العالم، وقيل إنها مستوحاة من كتاب اسمه حوار في الجحيم لمؤلفه موريس جولي، ثم طورت في مجلس حكماء اليهود. فما علاقة ذلك بكلام مايكل ليدين وبوش ورايس؟ قبل الإجابة على هذا السؤال، ثمة ضرورة للإشارة إلى أن الفوضى التي عمت الوطن العربي مع بداية 2011 كانت معلومة الحدوث بشكل حتمي وقاطع بالنسبة لمن صاروا لاحقا رؤساء دول عربية أو وعدوا بذلك، وما كان أحد ليصدقهم يومها. 1000 مظاهرة في 1000 قرية وفي نفس المكان، وهذا ممكن الآن مشروع سيتحقق. القيادات الشابة الآن هي التي ستحقق هذا المشروع. قيام المظاهرات في كل مكان في نفس الوقت هو الذي سيسقط هذه الأنظمة. استراتيجية المقاومة المدنية، هذه الأنظمة بصدد الانهيار بسبب الانهيار سمع على المشاهد والله بصدد الانهيار. نحن في مسلسل، نحن لا نقول ابدا انها انهارت انتهت كذا، لكن مسلسل الانهيار على قدم وساق، وهذه الانظمه حكم عليها بالاعدام في العقول وفي القلوب، وقضيه تصفيتها جسديا ان صح التعبير في الواقع في الفضاء السياسي والحسي مساله وقت لا اكثر. جاء في البروتوكول الأول ما يلي: كذلك كنا قديما أول من صاح في الناس الحرية والمساواة والإخاء، كلمات من فكت ترددها منذ ذلك الحين
ببغاوات جاهلة متجمهرة من كل مكان حول هذه الشعائر، وقد حرمت بترددها العالم من نجاحه، وحرمت الفرد من حريته الشخصية الحقيقية التي كانت من قبل في حمى يحفظها من أن يخنقها السفلة. تقلب في صفحات الكتاب أكثر، تصل إلى البروتوكول الرابع فتقرأ بين سطوره: كل جمهورية تمر خلال مراحل متنوعة، أولاها فترة الأيام الأولى لثورة العميان التي تكتسح وتخرب ذات اليمين وذات الشمال، والثانية هي حكم الغوغاء الذي يؤدي إلى الفوضى ويسبب الاستبداد. إن هذا الاستبداد من الناحية الرسمية غير شرعي، فهو لذلك غير مسؤول. جاء في نص البروتوكول الخامس عشر المنشور منذ أكثر من 100 عام: سنعمل كل ما في وسعنا في منع المؤامرات التي تدبر ضدنا حين نحصل نهائيا على السلطة، متوسلين إليها بعدد من الانقلابات السياسية المفاجئة التي سننظمها بحيث تحدث بوقت واحد في جميع الأقطار، وسنقبض على السلطة بسرعة عند إعلان حكوماتها رسميا أنها عاجزة عن حكم الشعوب. وقد تنقضي فترة طويلة من الزمن قبل أن يتحقق هذا، وربما تمتد هذه الفترة قرنا بلا رحمة عند كل من يشهر أسلحة ضد استقرار سلطتنا. بعد تطابق الواقع مع نصوص بروتوكولات حكماء صهيون، حتى عدم المؤمنين بصحتها بات لديهم أسئلة جديدة بحاجة إلى إجابات واضحة. في الحلقة القادمة ثمة كلام لرجل شغل منصب نائب الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن، تحدث فيه عن إسطبل وسفينة نوح فيها أحصنة وحمير وكذلك خنازير، فماذا كان يقصد بذلك الكلام؟